اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. صباح الخير وصباح السعادة وصباح كل حاجة حلوة على عينيكم. النهاردة هنعمل تورتاية 20 في 25 مستطيلة حلوة جدا ما شاء الله. عايزة أقول لكم فعلا فعلا اتبهروا بتزيينها والطلب منها كذا ما شاء الله. واحدة اللهم بارك يعني. تعالوا بقى نشوف المقادير كده مع بعض وامشوا معايا كده واحدة واحدة عشان تطلع معاكي مظبوطة. أنا هنا حطيت ايه في البولة؟ حطيت نص كوبايه سكر الاول، وبعدين حطيت كوبايتين الا ربع دقيق، وبعد كوبايتين الا ربع حطيت معلقتين نشا، وبعد معلقتين النشا حطيت نص معلقه كبيره بيكنج باودر او معلقه صغيره من بتاعه الاكل. كده انتوا عرفتوا انا حطيت هنا ايه. اديتهم بس تقليبه كده بالكف بتاع المضرب عشان الخليط كله يدخل في بعضه، او يعني كل المواد الجافه تدخل كده في بعضها. خلصت المواد الجافه. اللهم صل على سيدنا محمد. هنا معايا 5 بيضات، البيض العادي اللي هو المتوسط بتاعنا. كسرت ال5 بيضات، حطيت عليهم كيس فانيليا، حطيت عليهم معلقه خل كبيره عشان تتفاعل وتدي كمان تخلي العجين هش اكتر يعني. وهحط هنا معلقه ونص محسن جل اهو، معلقه ونص. تمام، انا هسيبه كده لاني هستعمله تاني. اللهم صل على سيدنا محمد. وهنا بقى وانا متلجه الميه زي ما انتم شايفين، هعاير بقى كده نص كوبايه ميه متلجه واحطها. كده انتوا عرفتوا معايا المقادير. المقادير عباره عن ايه: كوبايتين الا ربع دقيق، معلقتين نشا، معلقه صغيره او نص معلقه كبيره بيكنج باودر، اللهم صل على سيدنا محمد، 5 بيضات، فانيليا، نص كوبايه ميه متلجه، معلقه ونص محسن جل. خلاص كده هو اتضرب معايا اهو. اتضرب حوالي يعني سبته يتضرب حوالي 5 دقايق 6 دقايق لحد ما طلع بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده اهو. بصوا القوام ده. ولعت الفرن على درجة حرارة عالية وانا بشتغل دلوقتي كده. وبعدين على ما احط الكيكاية في الصينية هيكون الفرن بقى سخن كده وسخن قوي يعني. هبدأ هنا حطيت الكيكاية في الصينية، هبدأ بقى ايه اسويها كويس عشان يبقى كلها كده سوا واحد. اللهم صل على سيدنا محمد. وبعدين ايه هحطها بقى في الفرن، احطها على درجة حرارة 160 درجة زي ما احنا متفقين مع بعض. طبعا انا اول ما اجي هفتح الفرن واحطها على درجة حرارة الفرن هتبقى عالية، اقوم موطية درجة حرارة الفرن على 160. لكن لما اجي اسخن الفرن اسخنه على درجة حرارة عالية. تمام كده انتوا معايا. هي ما شاء الله هنا كانت طلعت اهي. شلت بقى الورق من عليها اهو. بصوا طبعا بطنت الصينية بالورق الخبز يعني ايه، وخلصت الدنيا وهي ما شاء الله خلصت اهي. حطيتها بقى تبرد كده وتعيش الحياه كده مع نفسها وتهدى عشان ايه اما اشتغل بيها. هنا كانت بردت خلاص. هنا بقول لكم انا يعني ناس كنت بجيب خامات امبارح، انا يعني انا مش عارفه الحاجه غليت قوي. يعني كريم شانتيه بيقول لي ب 220، ال الكاكاو الاسباني بيقول لي ب 240. انا مش عارفه ايه الاسعار دي بجد. انا مش عارفه ايه ده الكاكاو ده كنا بنجيبه ب 60 جنيه. يعني كاكاو الاسباني كنا بنجيبه ب 60 جنيه. وكنا بنستغلاه كمان. المهم يعني قطعت هنا التورتايه على تلات ديسكات ما شاء الله حلوين زي ما انتوا شفتوهم كده. هنا عايرت بالظبط 3 كوبايات كريم شانتيه اهو. طبعا بما ان احنا في الشتاء فلازم هزود بس الميه شويه. لكن لو انا هعمل وردات مثلا اللي هي هاند ميد اللي هو الورد البلدي وكده بايدي، لا بخلي الكريم شانتيه يكون ماسك شويه عشان الورده تفضل ثابته معايا. اللهم صل على سيدنا محمد. حطيت الكريم شانتيه، حطيت عليهم معلقتين لبن بودر، مش لبن، حطيت عليهم معلقتين سكر بودر لان انا كده كده بستعمل ريتش. ريتش ما شاء الله حلو جدا وغني اصلا يعني كامل، يعني هو كامل الدسم فهو غني مش محتاج لبن معاه او كده. حطيت عليهم 3 كوبايات ونص ميه متلجه. ضربتهم بقى كده زي ما شفتوا كده في العجان. وبعد كده هبدأ بقى احضر الحاجات اللي هشتغل بيها. انا هنا هشتغل بكذا يعني بكذا تب. فبنقي وبشوفهم اهو بطلعهم. المفروض ان انا اكبر بقى العلبه دي شويه عشان ايه في علبه تانية فيها حاجات. انا اجيب علبه مربعه كبيره كده واحط فيها الحاجه كلها. المهم هنا ايه جبت النوتيلا كمان. انا قلت ايه اجهز كل شغلي عشان يبقى انا شغاله ما اقعدش كل شويه يعني اقف ولسه جاهز ولسه هعمل. لا، انا هجهز كده الشغل. ادي النوتيلا جهزتها ايه، حطيت عليها بالظبط. انا بوريها لكم انها تقيله، انا عاملاها تقيله. حطيت عليها بالظبط نقطتين زيت بس عشان اعرف اقلبها بالمعلقه. لكن انا ما خليتهاش خفيفه لان انا محتاجاها في الوصفه او محتاجاها في الكيكايه دي او في التورتايه دي تبقى النوتيلا تقيله. اللهم صل على سيدنا محمد. زي ما اتفقنا كده ان انا ايه هعبي بقى الكريم شانتيه في قلب كيس الحلواني وهشتغل بيه. هبدأ اوزع بيه الكريمه. بيكون اسهل واسرع وافضل يعني وبتخلصي على طول.
طبعا هنا بقى انا هسقي سيرب اهو. اللهم صل على سيدنا محمد. عملنا السيرب ازاي؟ زي ما احنا متفقين، كوبايه سكر على كوبايتين ميه. غليوا معايا كويس، على يعني غليوا 10 دقايق كده على النار. عصرت عليهم نص ليمونه، او عايزه مش عايز تحطي نص ليمونه، او ممكن تحطي فانيليا. ده او ده معاكي. انا بحب احط نص ليمونه صراحه، بحسه طعمه احلى، بيخلي طعم السيرب حلو قوي. او لما بعمل كمان بيه جاتوهات، بيبقى طعم الجاتوه حلو، يعني مدي كده على عارفين على المزازه بتاعه مش قوي، مش بتبقى باينه، بس بيبقى طعمه حلو. حطيت هنا الجزء الاولاني، وده الجزء اللي هو الاخير، عارفين ده الجزء الاخير اهو. حطيته بقى في النص، يعني انا المفروض احطها بالتدريج بالترتيب، لا انا مش هحطها المره دي بالترتيب. انا حطيت الجزء اللي هو اللي تحت، هو زي ما هو كده تحت. وحطيت الجزء اللي فوق خالص حطيته في النص اهو، لان انا محتاجه ايه، محتاجه احشيه من النص لوحده، مش كريمه، يعني مش هحشيه كريمه من النص، لا. اللهم صل على سيدنا محمد. بصوا بس انا ايه الجناب الجوانب دي بس اللي هكتر فيها الكريمه، لكن بصوا في النص كده هخليها ايه، خليها كانها حفره كده، كانها حفره مربعه كده. بصوا انا بظبطها اهي، عليت من الجوانب وخليتها كده ايه من النص اهي. شايفين؟ انا بقول لكم شايفين؟ هنا بقى هحشي ايه، هحشي نوتيلا. يعني النوتيلا هنا هي هحشيها مكان الكريم شانتيه، بس طبعا اديت الاول تجليسه بسيطه كده كريم شانتيه اهو. وحطيت النوتيلا هي وزعتها ما شاء الله كلها. طبعا مليت لازم تبقى بسوى الكريم شانتيه اهي. وحطيت كمان عليها مكسرات، طبعا ليكوا بقى تتخيلوا الطعم. وغير بقى كده كمان جبت بقى، كان عندي بقى صوص كراميل بقى، وحطيت بقى عليها. اكيد انتم متخيلين الطعم يعني. ماشي، المهم هنا خلصتها اهي. بدأت هنا بقى احط الجزء الاخير. واظبطي كده الشغل، انا بظبطها ليه؟ لان انا مش هقطع منها حاجه، لانها طريه ما شاء الله اللهم بارك. انا كنت بقول لكم الاول هي طريه جدا، لو انتوا خدتوا بالكم من الفيديو من الاول، انا بشاور لكم كده عليها وبحط لكم ايدي عليها، بقول لكم هي طريه جدا فعلا، يعني ما شاء الله. الجوانب بتاعتها عشان كده ما شلتش منها اي حاجه، ولونها كمان ما شاء الله فاتح زي ما انتوا شايفين كده، فمش محتاج ان انا اشيل منها اي حاجه، اللهم بارك يعني. بدأت هنا برضو مليت كيس الحلواني، وبدأت هنا ايه اشتغل بقى بيه كده، وايه وافرده على التورته. كل شويه بقلب الكريمه، لان الكريمه هنا بتعمل معايا هوا، فتيجي تعمليها، تيجي تشتغلي بيها تلاقيها مفرغه فيها تفريغات كتير، فكل شويه لازم تقلبي الكريمه كده، تقلبيها بالسباتولا كده، تنعميها تبقى ناعمه معاكي. هنا بدأت هنا بصوا ايه احط كده من بره، افرد كده عليها من بره، بس خلوا بالكم انا بفرد طبقات خفيفه قوي، يعني لو خدتي بالك بصي هتلاقي التورتايه نفسها باينه، او الكيكه نفسها باينه. بصي انا بس مزوده فين، مزوده الكريم شانتيه بس هو اللي على الوش، لكن هنا يا دوب بس هدي، يا دوب شكل بس كده. بصوا انتوا حتى هتلاحظوا ان يعتبر يعني يكاد يكون مفيش كريم شانتيه عليها، بس يا دوب ايه تجليسه وخفيفه قوي. بصوا اللي فوق بس هو ده اللي انا ايه، اللي انا تقلته يعني اهو. بصوا شايفين؟ هبدأ هنا كده اظبط بس السطح بتاعها اهو. وهاجي هنا بقى معايا التب اللي هو بتاع بتاع اهو. بصوا التب ده بتاع ورقة الشجر، هحطه وده هشتغل بيه. املى بقى الكيس الحلواني ده كويس، عشان هفضل ايه اشتغل بيه مره واحدة. بصوا هنا انا بطلع الهواء، خلوا بالكم يعني، هنا بقى ايه بديها كده عشان اطلع الهواء، عشان ما يبقاش مفرغ معايا وانا شغاله. هنا بقى البتاعه الدواره دي، مش عارفه انا بنسى اسمها والله. البتاعه اللي انا بشتغل عليها دي رخمه قوي، يعني عايزه اقول لكم مثلا بصوا كل ما اجي اشتغل تقوم متدوره كده مع نفسها، وانا مش عارفه اتحكم فيها، لاني ماسكه كيس الكريم شانتيه بايديا الاتنين عشان اطلع الرسمه مظبوطه. هنا بقى دي اللي اتظبطت كده يا دوب. بصوا بقى بعد كده عشان اجي احطها كده، بصوا عماله تيجي كده تيجي كده، زهقتني. بصوا رحت شايلاها وحطيتها على الرخامه، وقلت لا انا هشتغل كده ايه، اخلص بس اللي فوق ده اللي انا هشتغل الاول ده، اخلص بيه وبعد كده ابقى احطها بقى. رخمه قوي بصراحه. المهم عملت هنا الشكل ما شاء الله تحفه. خلي بالك هو بيعمل شكل حلو، بصوا ما شاء الله منظره عامل ازاي. هكمل بقى ايه برضو كده ايه، اكمل التورتايه كلها كده بقى. انتوا فهمتوا بقى معايا وخدتوا بالكم انا مرضتش ان انا اكتر كريم شانتيه او اعمل كريم شانتيه كتير من بره ليه؟ لان هي كده كده هتحط لها كريم شانتيه اللي هو ده طبقه كويسه جدا، فالمحتاجه الطبقه اللي تحتها تبقى يا دوب كده ايه زي ما بيقولوا ايه متمحره.
المهم يعني ايه خلصتها اهي. هجيب بقى هنا تب تاني، تب الوردة ده، وهبدأ ايه اظبطه كده على على كيس الحلواني. وابدأ هنا هعمل بقى ايه، هلون بقى. هاخد جزء كده من الكريمة برضو، بقلب الكريمة بص كويس اهي عشان تبقى تفضل ناعمة معايا. وهجيب بقى لون الفوشيا ده. اللون الفوشيا ده بيبقى حلو قوي 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 في التورت، يعني عايزه اقول لكم ما شاء الله، والله العظيم فعلا شافوا التورته اتبهروا بيها. ما شاء الله اللهم بارك، وتلاتة ما شاء الله طلبوا منها يعني. الحمد لله. بصوا نفس شفتوا اللون ده جميل ازاي ورقيق قوي، حلو قوي يعني. فانا هنا عملت لون الفوشيا ده اهو. وهبدأ كده احطه في الكيس. بس بصوا هخلي حتة صغيرة خالص لان انا هحتاجها. فمش عارفة كده انا هحتاجها ولا هيبقى في ايه، بس ايه هحتاجها مع تب تاني يعني. فعشان كده خليتها في الطبق، عشان مش هشتغل بيها بالكيس ده، لا هشتغل بيها بكيس تاني يعني. هنا بقى هبدأ اعمل ايه، بس اما اشمر هدومي كده الاول عشان الكم ما يجيش في الاكل يا جماعة. اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هنا بدأت اعمل وردات كده بالتب اللي معايا ده اهي. هنا هاخد بقى جزء كده، انا مش محتاجة كتير منها يعني، محتاجة حاجة بسيطة. اللي هو اللي انا هشتغل بيه بعد كده، محتاجة بس حاجة بسيطة مش محتاجة كتير. فسيبت برضو حتة كده لازم اهي. بصوا هي حتى اتبقت اهي اهي. المهم هنا بقى ايه، ده التب الصغير بقى بتاع الوردة الصغيرة. حطيته برضو في كيس حلواني وايه. وهحط بقى معاه هنا ايه، هظبطه كده مع الكيس. وهحط هنا بقى هحط له، بصوا برضو اقلب الكريمة ازاي يعني. انت انتبهي كل ما تيجي تشتغلي وقومي مقلبة الكريمة، قلبي الكريمة قبل ما تشتغلي بيها. هنا بقى ايه هاخد كريمة بيضة، مش هاخد كريمة ملونة خلاص اهو. وهبدأ اعمل بقى وردات صغننة خالص كده ايه جنب الوردات اللي هي ايه اللي لونها فوشيا اهي. بصوا بدأت هنا بقى قلت ايه لا اعملي الوردات كده على طول اهي. ما شاء الله شايفين. هنا بقى ده التب الصغير خالص اللي هشتغل بيه، اللي قلت لكم الايه بقيه الكريمه اللي هي الملونه. فعملت بيها وردات صغننه خالص. التب ده بيعمل وردات صغيره قوي. عملت بصوا بيها وردات صغيره خالص كده ايه في قلب التورتايه. وبدات اوزع برضو وردات كده في تحت في اطار التورتايه من تحت. بس ايه مش بوزع بصي بوزع التورتايه، بوزع الوردات بطريقه عشوائيه. وبدات برضو احط حواليها ايه وردات اهي. شايفين كده، بصوا انتوا شايفين طبعا معايا اهي. بدأت احط كده وردات. وهحط بقى في نص التورتيه برضو وردات اهي صغننه خالص. بس برضو بطريقه ايه، بطريقه برضو كده ايه عشوائيه كده، مش اللي هي ايه ارتبها لا، لان هي حلاوتها في انها هتبقى عشوائيه كده، مش هتبقى ايه يعني مترتبه. بصوا اهو كان خلاص بقى كده خلاص الكريمه اللي هي الفوشيا خلصت مني. هنا بقى معايا الكيس الحلواني ده فيه كان طبعا ده عندي اصلا كريم شانتيه اخضر بعمل بيه ورق الشجر. هنا بقى بعمل ورقه شجر صغيره قوي يعني. بصوا انتوا هتلاحظوا، انتوا هتشوفوها اكتر لما اعملها من بره. بعمل معاها ورقه شجر بصوا صغيره قوي كده قوي يعني، يدوب بس ايه تظهر لي بس الورده الصغيره. هتشوفوا دلوقتي يعني هي هتبان دلوقتي معاكم. بصوا شايفينها، شايفينها عامله ازاي اهي دي ورقة شجر كده صغننة بقت جميلة ما شاء الله. وظهرت التورتاية وظهرت الشغل ما شاء الله. طبعا لو عجبك الفيديو اعملي اشتراك في القناة وفعلي زر الجرس عشان اي جديد انزله على طول يوصلك اشعار بيه. وما تنسيش اللايك عشان اللايك بيرفع الفيديو يعني، انت كده بتساعدي ان الفيديو يترفع. اللهم صل على سيدنا محمد. هنا بقى جبت كريسبي فوشيا وحطيته على الوردات البيضة. وجبت كريسبي فضي مش فضي اللي هو الابيض يعني اللامع ده. وحطيته على الوردات الفوشيا. واللهم صل على سيدنا محمد. وايه وظبطته كده ووزعت كام واحدة عليها. وما شاء الله اللهم بارك خلصت التورتايه تحفة جميلة. اللهم بارك. قولوا لي ايه رأيكم فيها. وهي فعلا تستاهل كام من 10. ما شاء الله شافوها ما شاء الله عجبتهم كتير اللهم بارك يعني. وقالوا لي لا تحفة ورقيقة جدا ما شاء الله. يا رب الفيديو يكون خفيف عليكم يكون عاجبكم كده. وقولوا لي ايه رأيكم في كومنت. وربنا بإذن الله كده ايه اشوفكم على خير وسعادة وسلامة يا رب العالمين. هشيل دي عشان ايه دي اتحطت غلط كده. احط لا انا هحط واحدة بيضة. يلا اشوفكم على خير وسعادة وسلامة. مع السلامة وباي باي.